مثيرة للصدمة وللحزن. تم تنفيذ حكم الإعدام، ودي كانت آخر الفصول المرتبطة بحاجة متعودين إن احنا نشوفها في دراما، نشوفها في أفلام حتى أمريكاني على مستوى مع الأسف الشديد التفاصيل أو الفظائع الصادمة، لكنها يوم 22 يونيو السنة اللي فاتت، يعني من سنة إلا أسبوع، كان المذيع اللي بيقدم برنامج يحدث في مصر بيقول لحضراتكم أو بيقرأ خبر مرتبط بقرار النائب العام بتحويل قاتل نيرة إلى المحاكمة. الكلام ده كان يوم 22 يونيو السنة اللي فاتت. بعد سنة إلا أسبوع أسدل الستار زي ما احنا بنقول على قضية كانت بالفعل، يعني من غير تشبيهات صحفية، هزت الرأي العام بشاعتها وتفاصيلها، كانت مثيرة للصدمة وللحزن. تم تنفيذ حكم الإعدام، ودي كانت آخر الفصول المرتبطة بحاجة متعودين إن احنا نشوفها في دراما، نشوفها في أفلام حتى أمريكاني على مستوى مع الأسف الشديد التفاصيل أو الفظائع الصادمة، لكنها حدثت السنة اللي فاتت، وكان مشهد النهاية اللي يخص القاتل كما أعلنته المحكمة زي ما قلت لحضراتكم بعد سنة إلا أسبوع.